عارفين ليه العذراء بيكون في نجمة موجودة على كتفها والتانية على راسها؟ أمنا العذراء ليها أيقونات كتير جدا، ولكن واحدة من أجمل صورها هي والدة الإله السوتوكوس، والصورة دي مليانة رموز مستخبية، ومنها إن في نجمتين مرسومين على لبس أمنا العذراء، وممكن أي حد ما ياخدش باله منهم أو يفتكرهم مجرد زينة على اللبس، ولكن النجمتين دول في منتهى الأهمية لأنهم مش مجرد نقش على اللبس، لكن النجمتين دول إشارة إنها بتول قبل وبعد ميلاد إلهنا، وأحيانا بنلاقي في الصور 3 نجوم، وده بيكون تأكيد على إنها بتول قبل وأثناء وبعد الميلاد. فأمنا العذراء وزي ما الأنبياء شافوها في العهد القديم، فالله شبهها لحزقيال بأنها الباب اللي دخل وخرج منه والباب مقفول. وبنعمة ربنا خلوة بودكاست دلوقتي بتعلن إنها بقت جنبكم في كل حياتكم، حتى في شغلكم، وهتساعد أي حد صاحب شغل سواء كان أونلاين أو أوفلاين، ومهما كان مكانك في العالم، إنك تزود مبيعاتك والعملاء بتوعك، وهتساعدكم إنكم تعملوا ماركتينج وبراندنج يليق بشغلكم ويزود العملاء والمبيعات بتاعتكم عن طريق ايكو ماركتينج، واللي بسببها عملاء كتير غيروا حياتهم النهارده. تقدروا تبعتوا لنا على الرقم ده او تبعتوا على اي منصه. خلوة بودكاست معاك دايما.